والحمد لله رب العالمين. في الليل عندما تخلو السماء من غبار النهار تظهر نجوم تتلألأ في الأفق، منظر يخطف الأنظار ويسحر القلوب. لكن هل تساءلت يوما لماذا خلق الله النجوم؟ وما هي وظيفتها الحقيقية في هذا الكون؟ قد نظن أن النجوم مجرد زينة فقط، لكن القرآن الكريم يخبرنا أن لها وظائف عظيمة متعددة. في هذا الفيديو نعيش مع آيات الله في خلق النجوم، ونعرف لماذا أقسم الله بمواقعها، وكيف تكون زينة ورجوما وهداية. الوظيفة الأولى والأكثر وضوحا للنجوم أنها زينة للسماء. يقول الله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، ويقول: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. تأملوا هذه الآيات. الله لم يخلق السماء فارغة أو قاتمة، بل زينها بهذا الجمال الباهر. هذه النجوم بهذا الانتظام والجمال هي لوحة فنية ربانية تزين سماءنا كل ليلة. وقد أكد القرآن أن هذه الزينة خاصة بالسماء الدنيا، أي السماء القريبة التي نراها. أما ما وراءها فالله أعلم. وصف الله النجوم بالمصابيح، وهذا وصف دقيق جدا. المصباح هو أداة تضيء وتنير، والنجوم هي بالفعل مصابيح كونية تضيء بذاتها وتنير لنا الأرض ليلا. قال تعالى: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. الله خلق هذا الجمال لننظر إليه ونتأمل، وليس فقط لنسرح فيه دون تفكر. لكن للنجوم وظيفة أخرى مهمة ربما لا يعرفها الكثيرون، إنها رجوم للشياطين. يقول الله في نفس الآية: وجعلناها رجوما للشياطين. ويوضح ذلك في آية أخرى: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. الشياطين تحاول استراق السمع من السماء لتعلم شيئا من الغيب، فترميها الشهب والنيازك التي نراها أحيانا كخطوط مضيئة في السماء. بعض هذه المصابيح تكون سببا في رجم الشياطين وطردهم، وهذه حماية إلهية للوحي والغيب. الوظيفة الثالثة للنجوم أنها علامات للاهتداء. قال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. منذ القدم والناس يهتدون بالنجوم في ظلمات البر والبحر. النجوم كانت البوصلة الطبيعية التي يعرف بها المسافرون اتجاهاتهم. القطب الشمالي، الجدي، بنات نعش، كلها نجوم كانت علامات هداية للبشر، وهذه نعمة عظيمة من الله. أين توجد هذه النجوم بالضبط؟ القرآن يحدد ذلك بدقة: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. النجوم التي نراها موجودة في السماء الدنيا، أي السماء القريبة منا. أما السماوات العلى فالله أعلم بما فيها. هذا يتوافق مع العلم الحديث الذي يخبرنا أن النجوم التي نراها هي أقرب النجوم إلينا، وأن الكون أوسع بكثير مما نتصور. ومن عظمة خلق النجوم أن الله تعالى أقسم بها. قال تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. أقسم الله بمواقع النجوم وليس بالنجوم نفسها فقط. لماذا؟ لأن مواقع النجوم لها أهمية عظيمة. العلم الحديث اكتشف أن مواقع النجوم ليست ثابتة، بل تتغير بدقة متناهية. كل نجم له مداره وموقعه المحسوب بدقة. المجرات تتحرك،
والنجوم تسبح في أفلاكها، وكل شيء في الكون يسير وفق نظام دقيق. هذا النظام المحكم هو ما أقسم الله به. لو تغير موقع نجم واحد بمقدار ضئيل لاختل توازن الكون كله. هذه عظمة الخالق ودقة تقديره. لنقف قليلا عند الإعجاز العلمي في هذه الآيات. النجوم زينة. العلم يؤكد أن النجوم تختلف في ألوانها وأحجامها ولمعانها، مما يخلق هذا الجمال الكوني. النجوم مصابيح. النجوم هي أجرام ملتهبة تضيء بذاتها تماما كالمصابيح. النجوم رجوم. الشهب والنيازك التي نراها هي بالفعل وسيلة لحماية الغلاف الجوي. النجوم علامات. لا تزال النجوم تستخدم في الملاحة حتى اليوم. مواقع النجوم. كل نجم له موقع محدد في مداره، ولو تغير لاختل النظام الكوني. قال تعالى: وحفظناها من كل شيطان رجيم. حفظ السماء وحراستها من الشياطين هو جزء من هذا النظام الكوني. في النهاية ندرك أن خلق النجوم ليس عبثا، هي زينة لسماء الدنيا، ومصابيح تنير لنا الليل، ورجوم تحرس السماء من الشياطين، وعلامات يهتدي بها الناس في الظلمات، ومواقع عظيمة أقسم الله بها. قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فسبحان من خلق هذا الكون بهذا الجمال والنظام والدقة. كان معكم ماسي نيسا. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.